شكرا. جاءني الآن طلب من أحد السادة النواب، النائب المحترم نصر الدين الزغبي، يقول أن في هذا المجلس الآن قاعة تسمى قاعة مبارك. أنا بسأل الأمين العام إذا كان اسم هذه القاعة قاعة مبارك الآن، فلتحول إلى قاعة ثورة 25 يناير، يغير اسمها إذا كان. الأمين العام يقول أنها قاعة النيل، ليس اسمها قاعة 25 مبارك. هل توجد، أنا أسأل الأمين العام وسأعطيك الكلمة، هل يوجد في مجلس الشعب قاعة باسم قاعة مبارك؟ الأمين العام تفضل. لا يوجد قاعة باسم قاعة مبارك، اسمها قاعة النيل، وليتفضل السيد العضو سيجد عليها يافطة قاعة النيل. إذا فليتفضل السيد نصر الدين الزغبي، اتفضل. أين رأيت هذه القاعة في دليل الأعضاء، دليل خدمات الأعضاء، مكتوب فيه ومقر إدارة الصحافة والإعلام أمام قاعة مبارك بمبنى الري، صفحة 13-12. أنا شعرت بالخزي والعار، وأنا في هذا المجلس المحترم بعد صوت 25 يناير يبقى في قاعة مكتوب عليها قاعة مبارك أو اسمها قاعة مبارك. خلاص، هي تغيرت في دليل خدمات أعضاء مجلس الشعب صفحة 12. خلاص، الدليل بتوزع علينا سيادة الرئيس. أنت محق. هذا الدليل موزع علينا نحن أعضاء 2012. كانت قاعة مبارك وخطأ في الطباعة، والآن اسمها قاعة النيل. الآن اسمها قاعة النيل. السادة الأعضاء، يطلب بعض الساعة الأعضاء أن يغير اسم القاعة إلى قاعة 25 يناير. هل توافقون حضراتكم؟ وافق المجلس. السيد النائب المحترم الدكتور